إبراهيم الطوخي. الراجل دوت يعني من الناس الجميلة والناس اللي هي يعني سبحان الله، يعني بتتعامل بطبيعته جدا. إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي إبراهيم الطوخي من يومين، الله يرحمه ويحسن إليه ويكون من أهل الجنة إن شاء الله. إبراهيم الطوخي كان طالع في آخر فيديو ليه من يومين وبيقول إن هو تعبان وبيطلب من الناس تدعيله ربنا يشفيه. فواحدة بدل ما تدعيله بالشفا كتبت له كومنت وبتدعي عليه فيه وبتقول له ربنا ياخدك. بعدها بيومين الراجل توفى. هل هي صدفة؟ ممكن تكون صدفة أو لأ، ولكن برضه ممكن تكون دعوة استجابت. ممكن تبقى بتقول كلمة في لحظة غضب أو هزار، لكن الكلمة ديت تطلع لفوق وربنا يستجيبها. مش كل دعوة بتتقال بتمر مر الكرام. الموضوع يخوف لأننا مش دايما بنكون عارفين امتى السماء مفتوحة. ممكن تكون بتتكلم بتهور والدعوة تتسجل عند ربنا سبحانه وتعالى وتطلع لفوق فتكون سبب في أذى حد بدون قصد، وساعتها هتقدر تتحمل ذنبك. ربنا قال ويدعي الإنسان بالشر دعاه بالخير وكان الإنسان عجولا. يعني الإنسان مستعجل ممكن يدعي بحاجة شر ليه بدون ما يفكر في العواقب. لما تحس ان قلبك مليان غضب ادعي للي ظلمك بالخير، ولو مش قادر تدعي له على الاقل ما تدعيش عليه، لانك مش عارف دعوتك هتوصل لفين، وساعتها هتبقى مسؤول قدام ربنا سبحانه وتعالى. اهم حاجة بس في الفيديو دوت احنا بنوصل للناس ان مش ممكن يكون في واحد بيطلع يعمل فيديوهات عشان خاطر لقمة عيشه وبياكل من وراها لقمة عيش. ان هو مثلا بيبيع مثلا لحمة، بيبيع فراخ، بيبيع مجمدات، بيبيع ألبان، حاجة بتجيب له فلوس والناس بتعرفه. ما يطلعش حد يفضل ينتقد فيه ان هو راجل وحش وراجل مش كويس وراجل كذا وراجل كذا، مع ان كل الناس اللي حواليه في المنطقة وفي المكان اللي هو عايش فيه قالك مفيش حد اسمه ما بيحبوش، مفيش حد ما بيكون فيه مشكلة ما بيقعدش فيها وبيحلها. حتى لو جات على فلوس كان بيطلع اخر فلوس في جيبه عشان خاطر يحل المشكلة. يا ريت الناس كلها تقف جنب بعض، بلاش يبقى فيه كره وفيه حقد وفيه غل. يا ريت الناس كلها تبقى ايد واحدة واللي معاه يدي اللي معهوش عشان الدنيا تمشي. انما بالوضع اللي احنا بنشوفه دوت يعني حسب الله ونعم الوكيل في اي حد يدعي على حد من باب للطاق. هو كان عمل لك ايه عشان تدعي عليه؟ ما عملكيش حاجة. هو ايه عشان بيطلع يعمل فيديوهات وبس؟ شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت ما تنساش تصلي على النبي والاشتراك في القناة واللايك الجميل. والله يرحمه ويحسن اليه ويكون من اهل الجنة يا رب.